السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ امور هانيه، نتمنىكم كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شهيوات اسماء الياس. وشهيوة اليوم كما كتشوفوا بغيت نشارك معكم هي شهيوة خفيفه ظريفه سريعه جدا. غنشارك معكم كفته ديال السردين طيبه في الفران، كتجي بحال مشويه فوق الفاخر وكتجي بنينه وحسن ما تقليوها في الزيت. اش كنحتاجو؟ داكشي بسيط. عندي هنا قياس كيلو ديال السرديل منقي وطحنته مزيان. شنو كنضيف ليه؟ كنضيف ليه شويه ديال البصيله، شويه ديال الشحمه، قياس معلقه كبيره ديال الشحمه ديال الكلوه ديال هذا الغنمي. اللي ما بغاش ما يضيفهاش، ولكن كتعطي واحد البنه زوينه البنات. عندي شويه ديال الثومه وقزبر ومعدنوس، وبطبيعه الحال عصير حامضه كامله. والقوام العطريه غنحتاج شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، الملح بطبيعه الحال، وشويه ديال الكمون. ونبداو على بركه الله. بسم الله. اول حاجه نضيفو شويه ديال البصله، كتقطعوها طريفات صغار، الا بغيتو تقدروا تطحنوها مع هذا، مع الكفته وانتم كطحنوها. بغيتو تخليوها هكا باينه كتجي زوينه. عندنا كي قلنا معلقه كبيره ديال الشحمه ديال الكلوه، حتى هي كتكون هذا مطحونه هكا في الحكاكه، كتعطي واحد الطعم زوين البنات لهاد الكفيته. عندنا شويه ديال الثومه فيها 2 دروس. بسم الله. صافي بركه، قياس 2 دروس قلنا. نحتاجو هنا قزبر ومعدنوس، المهم نخلطو جميع العناصر. عصير ديال الحامضه. بسم الله. نزيدو العطريه. عندنا هنا خرقوم شويه، راس معلقه. عندنا ابزار حتى هو شويه، واحد نص معلقه. اللي بغا يقدر يدير الحرور، نديرو مليحه. بسم الله. كمون بطبيعه الحال، راكم عارفين الحوت ضروري من الكمون. تنديرو نيت معلقه صغيره عامره، سمحوا لي. كنديرو التحميره شويه. صافي هذا مكان كنخلطو تقدروا تزيدوا الزيت، انا الصراحه ما كنديرش الزيت. كنخلطو مزيان مزيان. صافي. هنا من بعد ما خلطتها مزيان مزيان مع دوك العطريه اللي زدنا وبصله والشميمه والزبور والثوم، صافي غنخليوها ترتاح واحد نص ساعه ان شاء الله، وندوزو نشكلوها. من بعد ما ارتاحت الكفيته ديالنا، دابا غندوزو نشكلوها. ندهنو يدينا شويه بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش فينا. صافي كنجيبو الكفيته ديالنا تنشكلوها كيف ما بغينا، يا هكا حريبلات يا كويورات، والحجم اللي بغيتو. انا كنفضلهم يجيو كويورات. صافي هكا تنحطوهم. ما كنحتاجو لا نديروهم هذا في دقيق لا حتى حاجه، كيجيو زويونين. يحبلوهم بشويه، كوروهم صافي وحطوهم. تقدروا ما ديروش هذا الورق، ديروهم ديريكت على اللاطه، يدهنوها بشويه ديال الزيت باش ما يلصقوش. سمحوا لي. صافي غنبقى مستمره ان شاء الله. والفران كي قلنا تيكون سخون، ضروري يكون سخون مزيان. تتشعلوا ليه من الفوق ومن التحت تيسخن. صافي كطفيو الفوق وتخليوه تحت يشعل، كتخشيو فيه كفيتكم دغيا كطيب، ما تعطلوش عليها باش ما تقصحش. وهذا ما كان. غنبقى مستمره على هذا الشكل تنسالي الكميه اللي عندي ونديرها طيب، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. والبنات دابا الكفته ديالنا حنا درناها طيب، وبطبيعه الحال ملي تيكون كفته ديال السرديل ولا السرديل حاضر ضروري خصنا نرافقوه بزالوك. دابا ندوزو المقادير ديال الزالوك. شنو كنحتاجو عندي هنايا الدنجال مشوي،
الكميه على حسب. انا عندي هنا 3 ديال الطنجالات مشويين شويتهم في الفران، حيت لهم القشره، غسلتهم مزيان درتهم في الفران يتشوا، حيت لهم القشره وقطعتهم ظريفات صغار. عندي هنا فلفله حمراء وفلفله صفراء كذلك شويتهم ونقيتهم وقطعتهم ظريفات صغار، وفلفله حاره على حسب الاختيار، زعما على حسب الذوق. كنحتاجو مطيشه، انا عندي 2 مطيشات موين، حيت لهم الزريعه وقطعتهم طريفات صغار. شويه ديال قزبور ومعدنوس، عندي هذا مطيشه الحك، عندي شويه ديال الثومه وزيت العود، الزيت البلديه بطبيعه الحال، ما كنديروش الزيت الروميه صافي. والعطريه كنحتاجو كمون وهذا وتحميره ومليحه. يلا نبداو بسم الله. وهنا البنات درت مقيله فوق البوطه. نزيدو اول حاجه غنديروها هي زيت العود، بسم الله. الزيت البلديه كنديرو قياس نص كاس، راكو عارفين زعلوك تيبغي الزيت صافي. نزيدو شويه ديال الثومه، انا عندي تقريبا 3 ديال الضروس ديال الثومه حكيتهم. غندي الثومه ديالي شويه هكا تحل، ما غاديش نحرقوها صافي. دابا نزيدو مطيشه، بسم الله. مطيشه كي قلنا نحيدو ليها الزرعه، نحيدو ليها شويه من القشره، وهذا نقطعها طريفات صغار. غنبقى نحرك هكا شويه بشويه حتى تبدا المطيشه ديالي تذوب، ونكمل نزيد المكونات اللي باقيين. وهنا من بعد فاش هذا اللي قربت تطيب لينا المطيشه، دابا بدات كتذوب، غنزيدو الفلفله ديالنا، بسم الله. انا درت هنا فلفله ملونه، كيعجبوني هكا يكون الطنجال ديالي فيه الالوان. تقدروا تكتفيو غير بالفلفله الخضراء، تغسلوها مزيان وتشويوها وتنقيوها صافي، وقطعوها طريفات صغار وزيدوها. غنزيد القزبور والمعدنوس، لو تيبغي كميه كبيره، بسم الله. نزيد مطيشه ديال الحك اختياريه، بقياس معلقه صغيره، كتعطي واحد اللونه زوينه. صافي نبدا نخلط هكا يبدا يندمجوا العناصر اللي عندي، ونكملوا داكشي اللي بقى. صافي بقيت كنحرك هكا شويه بشويه، وخليت الفلفله ديالي طيب على خاطرها. دابا نزيدو الطنجال ديالنا. الطنجال تا هو كي قلنا البنات مشوي في الفران، كتغسلوه مزيان كديروه يتشوى ولا فوق البوطه على حسب. من بعد كتحيدوا ليه ديك القشره الكحله، ما تغسلوش مورا فاش ديروه يتشوى، مبقاش تغسلوا الخضره ديالكم، ديما غسلوها هي الاولى، ديروها تشوى، من بعد نقيوها بلا ما تغسلوها، حيت فاش كتكون مشويه كدوزوها في الماء كتجي ميها وكيمشي لها المذاق ديالها. المهم انا هذه طريقتي، كندير الخضر هذا الطنجال والفلفله يتشواو، من بعد كنقيهم تنقطعهم طريفات صغار وكنبدا نخدم صافي. غنبقى مستمره هكا تيندمج ليا الطنجال ديالي مع الفلفله ومع مطيشه مزيان ويبدا هذا يبدا يتشحر مزيان
ونعاود نرجع معكم. زعما بدينا نخلوه للخير، نبقاو نجيبوه ضروري خصو يتنعس مزيان وهذا وتشحى مزيان. دابا غنزيد الملحه ديالي، بسم الله، ياس معلقه وغنزيد التحميره، ياس معلقه حتى هي. والكمون البنات ما كنزيدوش دابا، حتى كنخرج نشفي على الزعلوك ديالي، عاد كنزيد الكمون. راكو عارفين مع تيمرر الا تعطيو الطيبه كتبدا يطلق واحد المذاق مار، داكشي علاش من الاحسن تخليوه هو اخر حاجه تضيفوها. صافي نبقى مستمره كتنحرك وتنشحر مزيان الزعلوك ديالي تيوقع حتى ما يبقى فيه حتى نقطه الماء، ونعاود نتلاقاو ان شاء الله. وهكا البنات زعلوك ديالنا هو صافي من بعد ما شرب الماء وهذا وتشحر مزيان ومعسناه مزيان. زدتو فلفله البنات، اللي عزيز على الحلو يقدر يشد هاد الفلفله ويقطع طريفات صغار ويزيدها ويخلطها معاه تجي زوينه. صافي دابا غنزيد معلقه ديال الكمون، ولا هي شويه، واحد نص معلقه ديال الكمون، بسم الله. غنخليها نحركها مع واحد شويه حتى هو باش الكمون ديالنا يطلق النسمه ديالو بلا ما يتحرق. صافي واخر خطوه كنديرها ديما هي كنزيد واحد الرشيشه ديال القزبور باش يعطينا هكا لون خضير زويون. صافي وهكا تيكون زعلوك ديالنا واجد، ندوزو نقدموه ان شاء الله. وهما البنات الاطباق ديالنا ديال اليوم، شهيواتنا وجدوا، هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيفاش كي تشوفوا هي الكفته ديالنا وجدت، يا سلام، مذاق رائع جدا. نتمنى انه تجربوها وتردوا عليا الخبر. وهذا هو زعلوك ديالنا كيجي يا سلام، اللي عزيز عليه المذاق ديال الشواء غير يجربوا على ضمانتي. وهاد الاطباق بطبيعه الحال ما يكتملوش من غير كويس ديال الاتاي. وهذا ما كان، هنا كنوصل للنهايه ديال الشهوه ديال اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكيف العاده ما تنساوناش من ابوني او بارطاج او جيم، وشكرا بزاف.